يلا نعمل النهاردة وصفة مناسبة جدا للعزومات ولمة العيلة. بما ان رمضان قرب هنعملها كده طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل الفراخ المحشية ومشوية في الفرن، وهقول لكم التسوية المظبوطة ليها وازاي تطلع معاكم مستوية، وكمان الحشوة تطلع معاكم فلفلة جدا، والفراخ في نفس الوقت تبقى جوسي كده وطرية وما تنشفش معانا في التسوية. بما ان في فراخ محشية يبقى هنعمل معاها شوية ملوخية خضراء. يلا نبدأ في الفيديو على طول. بس قبل ما نبدأ حابة افكركم، لو انتوا لأول مرة بتشوفوني انا اسمي جميلة خليل، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهاردة. يلا نجهز بقى تتبيلة الفراخ، وهي تتبيلة مميزة جدا. عندي عصير برتقانة تكون حجمها وسط، وهنحتاج معلقة كبيرة من المستردة، والتوابل دي معلقة صغيرة من الملح وبهارات الفراخ، توم باودر، بصل باودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والزعتر المجفف وجنزبيل، وربع معلقة صغيرة من الكباب الصيني، عليها معلقتين كبار من الزيت، وهنحتاج فصين كبار من الثوم المفروم. الثوم في تتبيلة الفراخ من الحاجات اللي بتديها طعم حلو وفي نفس الوقت بتشيل اي ريحة مش مرغوب فيها. هنحتاج كمان نص عصير ليمونة. نقلب بقى التتبيلة دي مع بعض كويس. وعايز اقول لكم ان الخلطة دي تنفع لاي فراخ مشوية او بط او اي مشاوي، بتدينا نتيجة حلوة جدا. تعالوا بقى نجهز الفرخة بتاعتنا. انا كنت حطاها في المحلول الناقع اللي انتوا عارفينه، واهم حاجة بنصفيها كويس جدا من المية وننشفها كويس قوي، وناخد التتبيلة اللي جهزناها مع بعض ونوزعها عليها كلها بالطريقة دي. عايز اقولكم التتبيلة اصلا ريحتها تحفة جدا. إضافة البرتقان في التتبيلة من الحاجات اللي بتسرع في تسوية اللحوم، وفي نفس الوقت بيديها طعم تحفة جدا. نوزع التتبيلة حلوة قوي في كل جهة من الفرخة، ونرفع كده الجلد، نفصله من عند الصدر وناخد من التتبيلة ونوزع عشان نضمن ان الفراخ كلها شربت من التتبيلة كويس. نغطيها بقى بالاسترتش وهنسيبها في التتبيلة دي مش أقل من ساعتين لثلاث ساعات، ولو ليلة كاملة يبقى أفضل، هتدينا نتيجة أحسن. هاخدها كده أحطها في التلاجة من قبلها بيوم. وتعالوا بقى نجهز مع بعض الحشوة بتاعتنا. هحتاج عندي معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة مليانة من السمنة البلدي. عندي هنا بصلاية كبيرة مفرومة ناعم جدا. نبدأ بقى نشوحها لحد لما تبدأ تدبل كده معانا من غير ما تغير لون. هضيف لها معلقة كبيرة من السكر تتكرمل كده معانا وبتديها طعم حلو جدا. استخدمت كوبايتين من الرز المصري. طبعا مش هنحتاج الكمية دي كلها في حشوة الفرخة، لكن هناخد جزء منها ونقدمها مع الفراخ تتشوح كويس جدا، ودي أضمن طريقة عشان نتأكد ان الحشوة طالعة مفلفلة معانا. استخدمت معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وورقتين من النعناع الناشف، بتفرق جدا في الطعم. هنقلب ده كله مع بعضه لحد لما الرز يبدأ ياخد من كل التوابل وتبدأ ريحتها تطلع معانا. هضيف لها 3 معالق كبار من الزبيب او ممكن اي مكسرات تانية انتوا بتفضلوها. تقليبة سريعة، وبعد كده هنضيف عندي المية كوبايتين من المية. هنسيبها بقى كده على نار عالية لحد لما الرز يبدأ يتشرب معانا. وبعد كده بعد ما بيتشرب بتاخد شوية كده من الرز ده عشان حشوة الفراخ. طبعا الرز ما كملش تسويته، مجرد بس ان المية اتشربت منه. هناخد الكمية اللي انتوا شايفينها دي حوالي الربع، وهنحشي بيها الفرخة بتاعتنا، والباقي هغطي عليها واسيبها تكمل تسويتها. طلعت بقى الفرخة عندي. انا كنت زي ما قلت لكم كنت متبلاها من بالليل. كل ما قعدت في التتبيله كل ما كان احسن. اخدت بقى الحشوه اللي انا اخدتها على جنب، ونبدا نحشي الفراخ بتاعتنا كده من جوه. ما نكترش قوي لان هي لسه هتكمل تسويتها وحجمها هيزيد معانا. وهاخد كده حوالي معلقه او معلقتين كبار احطها بس من تحت الجلد، مش هحط كتير عشان الجلد ما يفرقعش مننا في التسويه. بعد ما بخلص بربط بقى الفرخه بتاعتي كده بكتفها، ونجهز بقى الصينيه اللي هندخلها الفرن، حاطه فيها حلقات من البصل او اي خضار تاني انتوا حابين. البصل بيديها طعم حلو وفي نفس الوقت عشان ما تلزقش مننا. وباقي كميه التتبيله بحطها على وش الفرخه، وبضيف لها كده حوالي ربع كوبايه صغيره من الميه عشان تطلع البخار بتاعها وتسرع من التسويه. هغطيها بفويل وادخلها على فرن سخن جدا درجه حراره 220. الرف اللي في النص هتقعد معانا من ساعة ونص لساعتين الا ربع تقريبا على حسب حجم الفرخة. كل كيلو بياخد معانا ساعة.
تعالوا بقى نعمل مع بعض الملوخية. عندي كده نص لتر من الشوربة، هضيف لها معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة وفص كبير كده من الثوم المفروم. بتاخد كده غلوة الأول، وبعد كده بنزل عندي بكمية الملوخية الخضراء. ده تقريبا كيلو إلا ربع من الملوخية. بتاخد غلوة واحدة بس. بفكها كده بس الأول بالمضرب عشان ميبقاش فيها كتل، عشان بقى الملوخية ما تغمقش مننا. أول ما بتاخد غلوة أو غلوتين بالكتير قوي، ننزل عليها بطشة التوم بتاعتنا اللي هو توم وكزبرة، بنشوحهم في زبدة أو سمنة، ونرفع الملوخية من على النار على طول عشان ما تغمقش. والفراخ بتاعتنا بقت جاهزة، قعدت معايا تقريبا ساعة ونص. بعد آخر 5 دقايق بنشيل الفويل ونحطها تحت الشواية لحد لما بتلون معانا. وبعد كده بنقدمها مع باقي الرز اللي احنا كنا عاملينه للحشوة، وناخد بقى من الصوص اللي نزل من عليها ده، نحطه كده على وش الفرخة. بيبقى طعمه حكاية. صوص البرتقال او تتبيلته بالبرتقال بتبقى حكاية يا جماعة. عايزة اوريكم كمان التسوية قد ايه طالعة ممتازة جدا، والحشوة طالعة مفلفلة وجميلة، والفراخ واخدة تسوية مظبوطة قوي. إضافة عصير البرتقال بتفرق جدا في الطعم، وبتخلي الفراخ جوسي جدا، خاصة الناس اللي بتعاني ان الفراخ لما بتشوف الفرن بتطلع ناشفة. لا، جربوا الطريقة دي والتتبيلة دي وامشوا على الخطوات، هتاخدوا أحلى فراخ مشوية ومحشية طعمها حكاية. وكمان الفراخ طالعة، بصوا طالعة دايبة ازاي يا جماعة. التسوية تحفة بجد. جربوها وهستنى تعليقاتكم في الكومنتات. جربوا بقى الوصفة دي ان شاء الله في العزومات على سفرة رمضان او في لمة العيلة، وقولوا لي رأيكم ايه. انتظروني بإذن الله في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. ولو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك وشير.